أكلة سريعة ومنجزة بالشتاء ما فيش أروع من الباستا. يلا نعمل سوا مع بعض أطيب وأروع باستا بينك صوص بالدجاج، ولا أروع ولا أطعم من كده. يلا نجرب وندوق قديش بتجنن وسريعة وخطيرة وريحتها جنان. بسم الله. حرفيا منجزة وخطيرة. ما يبدأ كده صوص الطماطم يتسبك معنا زي ما واضح قدامكم ويغلي كام غلوة، راح نبهره بملح وفلفل أسود. بسم الله الرحمن الرحيم. وتست أساسي لأي ريد صوص سواء للطبيخ أو لتسبيك المكرونة أو أيا كان، بنضيف معلقة من السكر. معلقة السكر اللي احنا ضفناها بتعادل حموضة الطماطم وما بتأثرش ولا بتضايق المعدة. حبيباتي زي ما واضح قدامكم بالتوقيت اللي بنعمل فيه الريد صوص للمكرونة، عندنا هنا كيف رح نشوح قطع الدجاج. عندنا هنا بمقلاية على النار معلقة زيت معلقة زبدة كبار، رح انزل فيهم بقطع الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشووا ويتقلبوا كتير كويس. تقليب الدجاج مع الزبدة رح أضيف عصير ليمونة كاملة وأحرك المزيج وأسيب الدجاج لحد ما يتغير لونه، ويتغير لونه كده للأبيض زي ما واضح قدامكم. يتشرب كل السوائل اللي رح تنزل منه ويتشرب الليمون اللي احنا حطيناه، وبعد كده بقى بهره. حاليا حبيباتي الخطوة الثانية بعد ما تشربت كده الدجاج السوائل اللي جواتها وعصير الليمون اللي احنا ضفناه، راح ابهرها بملح وفلفل اسود. بسم الله. واي بهار متواجدة عندكم، انا راح ابهرها بالتوابل الايطالية، اي نوع تبهير ممكن 7 بهارات، اي نوع انتو متواجد عندكم بتضيفوه. واضح قدامكم اثناء تسبيك الريد صوص هنا وشوحنا الدجاج زي ما واضح قدامكم وتحمر مع البهارات الايطاليه. هنا انا ضفت بصله مفرومه ناعم وقرنين من الفلفل الحامي، بامكانكم تستبدلوه بالفلفل اوريدي الاخضر الالوان الرومي يعني زي ما انتم حابين. وراح اقلب كل الخضار مع الدجاج، بس هي سبايسي المكرونه بتطلع كتير اطيب. وبنقلب المكونات كتير كويس وبسيب الخضار كده يتدبل مع الدجاج. طبعا حبيباتي كده زي ما واضح قدامكم بعد ما الريد صوص تسبك زي ما واضح قدامكم كده، كيف بنعرف لما يتكثف كده زي ما واضح قدامكم. راح نضيف عليها ساور كريم او كريم طبخ او قشطه، لكم مطلق الحريه. يعني انا راح استخدم نص علبة من السور كريم عشان هي بتعادل القشطة، وراح اخفف الصوص عشان ما يبقى سميك لاني لسه راح تتشربوا المكرونة. راح اضيف كوب من الحليب على السور كريم او القشطة وكريمة الطبخ. بسم الله. وراح اقلب المكونات كتير كويس سوا مع بعض. الصوص اللي عملناه سوا الريد صوص وعليه الكريمة او القشطة او السور كريم قاعد كده بيغلي كام غلوة يتسبك ويستوي مع بعضه. وهنا مكرونة سلقناها اي نوع انتو بتحبوا بنسلقها. انا هنا استخدمت المكرونة الفوتوتشيني العريضة شوية شبه السباجيتي بس العريضة شوية، انكو تستخدموا اي نوع متواجد عندكم. وزي ما ظاهر حبيباتي قدامكم اخر خطوة بعد ما سلقنا المكرونة بننزلها على البينك صوص اللي احنا عملناه سوا، وبنقلبها كتير كويس تتشرب من الصوص وتغلي كده كام غلوة. شوفولي هالجمال والفخامة والطعامة، ما فيش أروع ولا أطيب من باستا البينك صوص بالدجاج، بتجنن. يلا نجرب وندوق سوا قديش شهية. بسم الله. شوفولي جمالها وطعامتها قديش بتجنن. بتمنى قرب تعجبكم وتجربوها. تحياتي لكم كتير. باي.